مرحبا بكم في القناه. اليوم جيت نوجد تقليه باللحم الراس اللي غادي نحتاج فيها. هنايا عندي هنايا كيلو ديال الكرشه وكيلو ديال اللحم الراس وشي شحيمات، وعندي هنايا نص زلافه ديال الزبيب، وعندي هنايا العطريه المعتاده اللي كنستعملوا فيها الملحه، ها هي هنايا وزعتها هنايا، وعندي هنايا سكينجبير، التحميره، البزار، الكمون، القرفه، خرقوم. هنايا عندي واحد زليفه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. هنايا عندي مطيشه كونسونطري، وعندي هنايا البصله والثومه طبعا، وهنايا ما نساوش الحمص. هذا اختياري، بغيتو ديروا كديروا، ما بغيتوش ديروا الحمص ما ديروش. يمكن لكم تكتفيو غير بالكرشه ولحم الراس. ما بغيتيش دير اللحم الراس ما ديروش، دير غير الكرشه بوحديتها، ولا طيب اللحم الراس عاوتاني حتى هو بالحمص، لكم الاختيار. دابا عندنا هنايا في هاد الكوكوط هادي غادي ندير هاد الكرشه ولحم الراس بحال هكا، وغادي نديرهم في يتقلاو مزيان حتى يخرج منهم واحد الماء. غادي نصفيه اللوحو عاد باش غادي نبدا نصبها. هنايا من بعد ما تقلات لينا مزيان الكرشه ديالنا مع لحم الراس وحيدنا منها من ديك المويها، ودابا غادي نبدا نصبوها. غادي ندير الحمص وغادي ندير العطريه اللي سبق لي وذكرتها معكم كامله مع الملحه طبعا. غندير الربيع، صافي. وهنايا غادي نضيف البصله والثومه. غادي نحرك الكانيله ديالتي مزيان حتى تدخل العناصر بعضياتها. بحال هكا. طبعا ما نساويهاش هي الزويته. انا غندير زيت العود صافي، وعاد هي راه كاين فيها الشحمه واللحم الراس كيطلق ليدام والكرشه هي كتطلق ليدام صافي. غادي ندير القدر الكافي ديال الماء ونسد عليه ونخليه يطيب على خاطر خاطرو، ما نزيدوش عليه العافيه بزاف، نمهلو العافيه ونخليوه يطيب على خاطر خاطرو باش تذوب لينا البصيله، تذوب الثومه. هاي كتشوفوا لي الثومه قرتها كبيره كيف ما كتشوفوا هنايا. علاش؟ حيت انا غادير لحم الراس وداير الحمص، يعني غياخذوا الوقت في الطياب. ما يجيو فين يطيبوا هذوك تيكون البصله وهذاك غيكونوا دابوا ما يبقاوش يبانوا صافي. دابا غادي نحاول انني نسد عليها ونخليها طيب على خاطر خاطرها، ندير لها بعدا كاين الماء الكافي اللي غيطيبها ونسد عليها. هنا درت لها القدر الكافي ديال الماء، نتوما وصلتو حتى لهاد الحديد اللي كيكونوا هنايا في الكوكوط، حتى اليدين ديال الكوكوط تقريبا. غتشوفوا تقولوا لي الماء بزاف ماشي بزاف، لان هذا هو القياس ديال الماء اللي غادي يطيب لي اللحم بلا ما نبقى كنحل كل مره ونشوف واش باقي فيه الماء ولا لا. اشنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا الحك مطيشه والزبيب، ماشي دابا الوقت. الزبيب ومطيشه الحك غادي يبقاو حتى الاخر عاد باش غادي نديرهم. هنايا الزبيب رقدته في الاول الترقيده الاوليه، ودابا غادي نعاود نغسلو على 3 المرات ونخليه مرقد عاد باش نضيفو على، حيت الزبيب ها نتوما هما راه كيبقاو يدهنوه بالزيت وكيجمع الوسخ الزبيب، يعني خاصو يترقد حتى يتحيد منه داك الوسخ الاولاني ويتغسل على 3 المرات. عاد يمكن لك انك تستعملوه هكايا في الطياب. ولا كنتي غادي تاكلو نيشان هكاك خضر الزبيب، غادي تشد دير تمسحو مزيان بالماء زهر عاد باش تاكلو. هنايا غسلته 3 المرات ولا 4، غسلته مزيان. شوفوا كي كيولي الماء ديالو نقي. ديما الزبيب رقدوه وخليوه حتى يطلع الشوائب اللي فيه، رقدوه واحد المده وعاد باش رجعوه عاودوا غسلوه 3 المرات كيولي نقي، يعني كتاكلو نتا امن. لانه هو باش كيحافظوا على الزبيب ما يفسدش ليهم كيدهنوه بالزيت. ديما كتلقى الزبيبه منين كتقيسها كتلقاها ميدمه،
هنايا مطيشه الحك غادي نستعمل منها غير معلقه، ولكن حتى يطيب لينا هذاك هو اخر اضافه غتكون الزبيب، وغادي يكون غتكون مطيشه الحك والزبيب، وغنضيف واحد المعلقه ديال العسل طبعا باش تعطينا واحد الحلاوه خفيفه. هنايا من بعد ما حلينا على الكوكوط ديالنا لقينا الكرشه ديالتنا طابت واللحيمه ديالتنا حتى هي طابت والحمص حتى هو كذلك. وكيف ما كتشوفوا هنا باقي واحد شويه ديال المرق. اش غادي نديرو؟ غادي نضيفو الزبيب اللي سقلي وغسلته وخليته حتى شرب مزيان، ها هو كتشوفوا تنفخ مزيان، ودرت معاهم واحد 3 ديال المربعات ديال السكر داك الصغيور القهوه. نتوما الا بغيتو ديروا العسل الحر ديروه، ولا العسل العادي السكر، ولا ما ديروش كاع العسل، ما ديروش الحلاوه فيها اللي بغيتو. انا غادي نخليهم دابا يتحمروا واحد شويه، وغادي نضيف معلقه ديال مطيشه الحك ونخليهم يتحمروا مزيان الكوكوط ديالنا حتى تولي هاد المريقه حمراء ومعسله، عاد باش نطفي عليها ونقدموها. هنايا غادي نضيف مطيشه الحك هكايا، غادي نحاول ندوبها باش ما نزيدش نضيف المرق. صافي غنحاول ندوبها غير فهاد المرق اللي هنايا عندي في الكوكو، نحركها مزيان كتعدل لينا الطعم وكتعطينا واحد شويه الحموضه. والزيتون هو كاخر اضافه لهذا المرق. بغيتو ديروا الزيتون عندك اختياري، بغيتو ديروا فيها الزيتون ديروا. ملي كديروا الحمص والزبيب يعني ما كاينلاش ديروا الزيتون، كديروها بحال هكا. ملي كديروا هذيك التقنيه كتكون شويه حامضه كديروا فيها الحامض والزيتون. دابا من بعد ما طابت لينا التقليه واللحم الراس بهذا غادي نحطوها في الطبسيل ونشوفوها كيفاش غادي تجي هكا. وانتم بغيتو تخليوها تزيد تنشف تنقصوا عليها الكوكوط وتخليوها تزيد تنشف حتى ما كتبقاش فيها، كتبقى غير هي خاطره معلكه، ما فيها لا مرقه لا والو. وكاين عاوتاني اللي كيبغي يكون فيها المرق. هذا هو الشكل النهائي ديال التقليه ديالتنا، ولا نقولوا تقليه بالحمص. كتجي زوينه وبنينه ورائعه، والحمص كيجي رطب ها نتوما كي الزبده، وتا هي طيبه زوينه ورائعه وبنينه ولذيذه. جربوها بالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش يوصلكم كل جديد او كل طبخه ديال كل مره. حنايا حيتاش كنديروا غير الطياب ديال المغاربه ديالنا، يعني الطياب راه كلشي معروف عند الناس كاملين. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وبسلامه.